هبه من السفاره التركيه. مزبوطه، هبه من السفاره التركيه عملت له المطبخ جديد للشيف انطوان. شو ديزاين يعني؟ فاذ بالشيف انطوان بيعمل جمعه تركيه بحد ذات، اسبوع تركي كامل متكامل. اليوم صنفنا هو مثل ما قلنا تركي بامتياز كباب أضنا. ومين منكم ما بيسمع بأضنا؟ لأنه ضلت جوجوروفا تقريبا حوالي 4 سنين حفظوها الكبار والصغار، مثل ما الكبار والصغار حافظين الشيف أنطوان يلي صار له 30 سنة على الشاشة. ما خلى منطقة وجيك، عمل كباب اسكندر، عمل كباب أضنا، عمل كباب مرمريس، عمل كباب بودروم، عمل ما خلى منطقة. من عندنا 800 مدينة كل واحد بدنا نعمل لك كبابة. بس نشكر السفير التركي والقايم بالأعمال. ناقصه فيفيان تقول له بتعرف ليه اسمها اسكندر؟ لأنه في ملك، كان في ملك. ليك الكباب اللي بيجيك منه ريح. السفير كباب اللي اوجيك كان بعد ناقص يقدم الحلقه بالتركي. هو ما قدمها، عملنا له اياها بالاي اي. شوف شيف انطوان بالتركي، هيدي الحلقه الخامسه، حلقه شكر الخامسه. Beni özlediniz, ben de sizi özledim. Şef Antoine doğrudan Lübnan televizyonuna geri döndü. Ne bir şey kaybetti ne de bıraktı. Ama öncelikle Türk Düdüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bakan olarak doğrudan programlara katılıyor ve sizin aramalarınızı ve isteklerinizi alıyor. Tüm ilgisini Lübnan televizyonuna geri dönmek ve tüm Lübnanlılara hizmet etmek için harcıyor. Bugün Türk bayrağına ve Türk yemeklerine özel bir bölüm eklemek istiyoruz. İskender kebabı gibi Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden birini tanıtmak için Arapça konuşan tüm ülkeler için teşekkür ediyoruz. ما خلى حدا ما شكره اوجيك. هلا هالجمعه كان عم بغنج المطبخ تبعه. يعني عم يمدح فيه كل الوقت، كيف ما يمسك فيه مثلا سنتيمتر يقول مثلا يقبرني هالمطبخ مثلا. كان عم بغنج المطبخ تبعه، خلص عنده مطبخ جديد حيقرا لنا راسنا اوجيك. هالجمعه كان خلص شيف انطوان عنده مطبخ جديد عم بغنجه كل الوقت. ليك هالصينيه ما احلاها، ليك هالفرن الغاز، ليك اوجيك كل هالجمعه كان عم بغنج المطبخ تبعه. ليك ما بنشد كتير لتحت على الطاولة. التقنيات بالتلفزيون زبطوا لنا الفيش، صار يمشي عليها هيك فيش امريكاني. عم نستعمل هالملاعق الحلوة، وعجبتني هالكسرولة الصغيرة لك شو حلوة ناعمة. قلنا لكم بعد شوي شوي دفعة وحدة، دفعة وحدة ما فينا كل شيء. شايفين السكين الطيب؟ يكون واحد بالبيت عنده 10 سكاكين ولا واحد بيقص. شو حاطينهم بالمتحف؟ لا وعم بهينا. لا وعم بهينا، مش بس عم ينبسط. يقبرني شفتوا هالسكين الطيب؟ عم تحكي عن مرة ولا عن سكين انت؟ حدا ليش واحد بيقول عن سكين طيب؟ يقبرني هالسكين الطيب. انا بعرف هالمرة الطيبة، بعرف هيك قصص، انا هيك بعرف. وخلينا نحط هالكسرولة الحلوة وهالفرن السكشي ويقبرني ويقبرني هالصينية وهالسكين الطيب. يعني ايه مش اشياء حدا، مش اشياء حدا، مش قاري حدا بوجيك. خلاص اخر همه مطبخ جديد. مرتك ما بتعرف تطبخ، يلا شيل يلا. شوف خلي الاتراك يجيبوا لك غيرها. السؤال نعم. عند المرأة ما عم تعرف تساوي خيار الكبيس. طلقها. والله على راسي اللي بتقوله انت بمشي فيه. شو قصتك شيف انطوان رح تطلقني من الرجال لان ما بعرف ساوي؟ طب ليش مش عم تتعلمي وتعملي له كبيس طيب؟ ليه؟ ما الرجال ما بتعرفيه بحب بطنه. ليه ما تعلمتي الكبيس من الشيف انطوان؟ صار له 30 سنه الشيف انطوان بيطلع. كل النسوان بيعرفوا يعملوا كبيس. مان قال له مرتي ما بتعرف تعمل كبيس خيار. طلعها. لا غيرها. طلعها غيرها. قالت اللي ما بتعرف تعمل كبيس طيب مثل السكين الطيب اللي عندنا بالمطبخ الطيب. قرب عن الطيب. مان قال له مرتي ما بتعرف. طلعها. يلا بس ما تجرحها مثل البلاطه اللي بدنا. ايه
مان مش معقول قديش هو صعب صاير صعب. فيفيان منه قدرت تبي فيفيان صارت يعني حتى الملك مش قادره تحكي عنه والله فيفيان منه قادر يتحملها لانه هو الملك صار. ايه خلص مطبخ جديد جاي فيفيان خبروا نفس الخبريات تبع المطبخ القديم كمان يعني. سكتها؟ لا شو ممنوع تحكي ولا كلمه. لا. وعندي سؤال، إذا فيك تعطيني أسهل طريقة لنعمل المحمر عمول معروف. ايه تكرم عيونك. المحمرة هي ميزة شيف مش هيك؟ يلا المحمرة جوز مطحون ناعم، لنفترض فنجان قهوة، نص كباية كعك ناعم. بس بتعرف بحمص شو بيقولوا لها شيف؟ شو بيقولوا لها؟ بيقولوا لها طقة ماتت. طقت ماتت. ايه طب ليش ماتت؟ لأنه هيدي جوز مرة زوجي تانية تخمين مش حاطة تعمل. جوز. معقول. هلا سكري لي هاي وبعدين لا بحكي. عملتها نكاية بدها تغيظ الزوجة الأولى. ايه فهديك حرام قد ما تحرقصت فطقت وماتت. عملتها يعني من اشياء بالبيت. طقت ايه وماتت. بيقولوا لها طقت ماتت. يا حرام هيدي اول مره فيفيان تطلع بالخبريه تحت 30 ثانيه. مش معقول. اول مره تريلر بتعمل كده بالعاده ايه ما تهنت واجيت بتقول له في ملك انت بطبيعلك المحمره. هلا بتكفيها على البرنامج الصباحي. شو قلت؟ بتكفيها على البرنامج الصباحي هلا. فليكن لا 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 لازم لا. فليكن انت شو قلت؟ انت تكفيها شو قلت؟ تكفيها على البرنامج الصباحي. انا ما حكيت، انا عامل كل هالحلقه وصلي انه ما قدرت تحكي الخبريه راحت كفتها انت لوحدك بدون ما انا احكي. شو قلت؟ تكفيها على البرنامج الصباحي. طب وحياة اللي خلق انا وياك حكين. ما بحياتي. طب انت قريت شي مره السكريبت اللي انا كاتبه؟ وين بتكفيها؟ على البرنامج الصباحي. فليكن. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. نعم مش فيفيان. أهلا وسهلا. يعني أنا هلا لأنه طبعي صبور نطر لا تطلع معنا بالاتصال. وأنوعة كمان يعني بقتنع بقول الحمد لله اللي قدروا ربنا يعني رح ناخده مش رح ناخد رزق غيرنا. في ملك بيجيب الوزير لعنده بيقول له بدك تعطيني يعني شيء حكمة يثبت لي هالمقولة. بيعطي شيء الوزير ما بيقتنع، بينشر خبر بالمملكة انه الوزير بده شيء يثبت له هاي المقولة. نعم. بيجي لعنده شخص بيقول له انا عندي اثبات انه الطبع بيغلب تطبع. فتحوا له باب المملكة وقالوا له تفضل شو اثباتك؟ قال لهم علمت البسينات يحملوا شموع ويقدموها للملك. قال له الملك للوزير شو جاي يعمل هيدا؟ قال له يلا هلا بنشوف. وهن فايتين البسينات ومدربينهم يعني محملينهم شموع هيك مثل صف العسكر. بيجي هيدا الشخص بفلت لهم فيران. نعم. بكبوا الشموع وبيركضوا ورا الفيران. قال له هيدا بيأكد لك انه طبع بيغلب طبع. واو. حرام يا فيفيان. يا حرام يا فيفيان حبيبي. بتفهم شيف انطوان بس بدنا نستضيفها لفيفيان تخبرنا عن كم ملك. ايه بس ما بدك، ما الحلقه ساعه وربع. ساعه ونص. نطلب من الام تي في ليله اكسبشن نهار 3 نبلش. نهار اكسبشن. ايه بنطلب منه نهار اكسبشن نبلش نحن من 5 بعد الظهر. نطلب منه نهار باكسبشن من 5 بعد الظهر ل3 بعد نص ليل. يعني تقريبا شي 10 11 ساعه. نشوف قصتين بتخبرنا قصتين. ايه قصتين. وشو بنعمل شفتات يعني بصير انا بعمل شوي رياض طوق بيعمل شوي كل مذيعين الام تي في بيعملوا كل واحد ديما صادق بتعمل شوي بنصير كل واحد يعمل بنجيب من غير محطات بنجيب رابعه بتعمل لها ربع ساعه شيف انطوان بنجيب شيف انطوان يشيل عنا بنخلص لكل اخبار الملك تبعها بنخلص كل هالملوكي بقى وبنرتاح بقى تطلع تقاعد خلص.